عائشة من سلاطة لسانها. للعلم عائشة كان لسانها كذرا فحاشا سبابا درجة. كانت امرأة قليلة أدب تسب على المليان. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. اللهم وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على الذين كفرا نعمتك وخونا رسولك واتهما نبيك. اللهم لعنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم وحذا حذوهم وسلك طريقتهم وتصدر ببدعتهم لعنا لا يخطر على بال. من تتبغلت ولو تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان. جعلوا الشهور على قياس حسابهم ولربما كملا لنا شهران. ولربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموه بالظلم والعدوان. حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان. فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. يا عائشة المجوني يا من رضعت الغدر من ثدي خؤوني. تبت يداك وكل من شرب الخنا من منبع الأقدار والحقد النتوني. فالإفك في دين الحميرة قربة والقذف نافلة لدى أهل المجون. يا قاذفة الأعراض إنك فاحشة ودليل فحشك في النصوص والمتون. إن مر موضوع الحميرة فارمها في مقعد المرحاض ولتسحب سفوني. أني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار، بل هي في قعر جهنم، بل هي في قعر جهنم، بل هي في قعر جهنم. عرض النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض الحصين. عرض النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض الحصين. أخذ النفاق بخسة ودناءة يرمي الحصان بذلك الإفك المبين. أو مثل تلك تلاك ظهرة عرضها وينال منها سهم كيد المرجفين. أماه يا أماه لا تحزني عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. تالله والله وبالله إن من لم يدافع عن عائشة رضوان الله عليها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وطاهرة مطهرة من فوق السبع سماوات فإما هو أحمق من الحمار وإما هو زنديق خبيث. أنا لا أقول هذا عن الذين يطعنون بعائشة وإنما أقول هذا عمن لا يدافع عن عائشة رضوان الله عليها. إن الذي لا يدافع عن عائشة رضي الله عنه هو لا يدافع عن كتاب الله عز وجل. والطيبات للطيبين
فرسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين، فما يحوي في بيته إلا طيبا. قبح الله وجه من يفعل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبح الله وجه من يتعمد ذلك لنشره على العباد في البلاد. ماذا كذب